مؤخرا بزاف ديال اصحاب المشاريع اللي ريحت معاهم كيشكيو من السوق عمر، المنافسه ولات قويه وعينا ما نقصوا في الثمن باش يلا نجيبوا التعادل. وإلا حسيتي براسك انت كتبنى هذه الفكره فراك غلط بزاف، حيت المشكل ماشي في السوق، المشكل في انت كيفاش كتشوف السوق. 2025 اللي باقي كيفكر بنفس العقليه ديال 2020 وقبل اكيد كيعاني، ولكن اللي ذكي وكيواكب التحديثات والتغيرات اللي كاينه في السوق كيقلب على الحلول. اي حسب كتاب ذا بلو اوشن استراتيجي ما كيبقاش في البحر الاحمر اللي فيه الدم، المنافسه طالعه، الاسعار طايحه والكليان ما راضيش، ولكن كيخلق واحد البحر ازرق اللي فيه طرق تسويقيه جديده وعروض جذابه بهدف خلق قيمه مختلفه. يعني ماشي الا كلشي ناض زاد ولا نقص في الثمن انت غتمشي دير بحاله. وإلا دوينا على الزياده وبالاخص في الوقت اللي فيه حنايا الكليان تقهر من زيادات وكل درهم ولا كيحسبوا. وماشي كنقول لك ما خصكش تزيد في الثمن، ولكن خاصك تجتهد وتخلق قيمه مقابل ذاك الثمن اللي زدتي، سواء عروض على منتجات اخرى او قيمه باينه كتغطي ذاك الثمن الزياده. حيت البيع في 2025 فيه بزاف ديال المعادلات، اسعار، العروض، ثقافه الشراء، اللوغاريتم، الجمارك، وحتى السياسه العالميه داخله في اللعب. عارفك دابا كتسول شنو الحل والسر الوحيد اللي غيخليك تمشي مزيان هو تخدم بسيناريوهات متعدده وتوجد ان الا وقع اكس غندير ايكغي، وإلا تزاد الثمن ها شنو غندير، وما تبقاش تبع غير الحدس ديالك. خدم بذكاء ودير في بالك اننا في عصر سريع التغيرات وخصك ضروري تبقى مواكب. مني تحس بالمبيعات قلالت او ما بقاتش ما تمشيش تهبط الثمن، ابتكر حلول اللي يكونوا ذكيه حيت انت اكثر واحد كيعرف الزبون ديالك. وسول راسك كيفاش نقدر نطور العروض ديالي ونوصل لفئه اكبر ديال الناس. استغل طرق التسويق الحديثه في مواقع التواصل الاجتماعي وخلي بحال الذكاء الاصطناعي يعاونك. جرب وقلب على طرق تسويقيه حديثه بلاص ما تبقى جالس كتفكر في شنو هو الحل، حيت الزبون دابا ما كيقلبش غير على شنو هو الارخص، بل كيبغي الواضح اللي غيخليه يطيق، اسرع اللي غيليفريه في اقل من 24 ساعه، والمفيد في ذاك المنتج اللي غادي يشري. وغندوزو للنقطه المنسيه اللي عند 90% ديال البائعين واصحاب المشاريع. عافاك واخا تبيع ما تساليش القصه هنا، حيت مورا البيع فين كاين الربح الحقيقي. الا كنتي بي تو بي فكر انك تزيد خدمه ضمان تدعم قطع الغيار ولكن بثمن محسوب. كنتي بي تو سي دير برامج ولاء ذكيه وخليه يرجع عندك لا ما تعاود تصرف عليه في الاعلان. خلاصه في هذا العام النجاح ماشي هو تزيد في الثمن، النجاح في كيفاش غادي تزيد الثمن. السوق تبدل، الزبون تبدل، والمنافسه اليوم ما بقاتش غير على السعر، المنافسه ولات على القيمه وعلى الزوايا اللي غادي تكون سباق ليها انت في المجال ديالك.